عليكم، نتمنى انكم تكونوا مزيان وصحه جيده. الناس ديال الجهوي ولا بكالوريا غدا غادي يدوزوا ان شاء الله الامتحان، نتمنى دوزوا مزيان ويدوز كلشي بخير. في هذا الفيديو هذا بغيت غير نذكركم بشي حوايج قبل ما تدخلوا دوزوا. اول حاجه، هذا الوقت هذا اللي بقى لكم، هذا النهار هذا اللي بقى، حاولوا سيروا تطالعوا على الامتحانات الجهوي، ما ديروا حتى شي حاجه، ماشي تبداو الدروس ولا تعاودوا تذكروا واحد الدرس، ولا حاولوا تمشيو تطالعوا ديريكتومون على الامتحانات الجهويه في كل ماده. خدموا وشوفوا التصحيح، وحاولوا ديروا واحد جوج سوايع كيف ما كدوزوا في الامتحان في الدار، ما تهضروا مع حتى شي واحد، وخذوا شي امتحان على شكل امتحان تجريبي او امتحان سابق وخدموه كله، وشوفوا واش غتشوفوا شحال ديال الوقت درتوا فيه. وبالنسبه للاخطاء طبيعه الحال الا غلطتوا غادي تصحوا وكل خطا او حاجه، وركزوا على واحد الحاجه، على انه البدايه ديال كل كيفاش الطريقه ديال الاجابه، وعقلوا عليهم. الوغ بالنسبه للنهار ديال الامتحان، حاولوا تديو معكم واحد ساعه في يدكم، من الاحسن ديو ساعه باش تشوفوا الوقت، باش تقسموا كل فقره ديال الاسئله، كل فقره ديال الاسئله تجاوبوا عليها وتشوفوا تقسموها بالساعه، ونيت تجنبوا داك الستريس ديال الاساتذه ديال الامتحان، كيبقاو كل مره كيقول لكم باقيه نص ساعه باقيه نص ساعه، غير كيزيدوا يستريسيوكم. وخلاص وجدوا لي كونفوكاسيون والحوايج ديالكم، وحتى الساعه اللي بطبيعه الحال قلت لكم، يعني حاولوا توجدوها قبل غدا، باش النيت فاش تنوضوا غدا ما يمشيش عليكم الحال وتبقاو كتقلبوا ولا يعني يمشي الوقت. ونوضوا بكري، حاولوا تنوضوا بكري باش تمشيو قبل الوقت بواحد نص ساعه وتمشيو مرتاحين، حسن ما تكونوا ماشيين مزروبين. السهير ما تسهروش، حاولوا ما تسهروش، ما تسهروش هاد الليله هادي كاع، ما عندكم ما تزيدوا، راه اللي راجع ما عندكم ما تزيدوا هاد الليله هادي، لانه بعض المره فاش كنسهروا كنوضوا في الصباح الدماغ ديالنا كيكون عيان، حنا ما كنردوش البال. راه فاش كنهضروا مع الاصدقاء ديالنا كنكونوا مزيان وبخير وكنمشيو ونجيو، الدماغ ديالنا حيت ما كيتطلبش واحد المجهود، ماشي بحال دابا غادي يدخلوا دوزوا الامتحان كيتطلب استخراج واحد المعلومات اللي نتوما فهمتوها وحفظتوها. الدماغ بعض المره كيكون عيان، الا رديتوا البال فاش كتخرجوا من قاعه الامتحان كتقول له صاحبك هذاك التمرين هذاك السؤال كنت عارفه ولكن ما تنساليهاني دابا حتى خرجت من الامتحان. وحاجه اخرى، ما تستعملوش ستيلو احمر نهار ديال الامتحان، ستيلو احمر ولا اي ستيلو كيشبه الاحمر ما تكتبوش به، باش تجنبوا لانه المصحح هو اللي كيصح بهذا الستيلو هذا. وحاجه اخيره مهمه بزاف، مهمه مشكله، واخا وقيلا ننصحكم غطيحوا في هذا الغلط هذا، تجنبوا تهضروا مع صحابكم فاش تساليو الامتحان، ما تهضر مع حتى شي واحد، لانه ضروري ما غتجي واحد المرحله ديال ستريس، صاحبك غادي يبقى يقول لك ضروري غيتحط هذا الدرس هذا، باينه غيتحط هذا الدرس هذا. بعض المره كتلقى صحابك كيهضروا على شي مواضيع كتقول انا عمرني هاد المصطلحات عرفتهم، ما عمرني عرفت هاد المصطلحات، ربما يكونوا كيهضروا على شي حاجه ما داخلاش حتى في الاطار المرجعي، كتقول انا وقيلا ياك ما حفظتش مزيان. زيد عليها كتقول له درتي السؤال الثاني، شنو درتي في السؤال الثاني؟ درتها شنو؟ انه انا ما درتش هذا الشيء هذا. يقدر يكون انت عندك صحيح، ولكن كتاثر بالجواب ديال الاصدقاء ديالك، علاش؟ حيت هما بثلاثه بهم ولا بربعه بهم داروا نفس الجواب. والدعاء، قراو الدعاء ديما فاش تدخلوا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. هادشي اللي كاين، وبالتوفيق لكم، وان شاء الله تدوزوا مزيان ويتحطوا اسئله في المتناول.